السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل فطيره بالبطاطس من غير بقى عجن ولا دقيق ولا اي حاجه من دي. سهله وبسيطه ومكوناتها كلها مغذيه وحلوه جدا، تنفع في الفطار وتنفع في العشاء. اول حاجه انا جبت 2 من البطاطس كده وقشرتها بالطريقه دي. طبعا بعد ما بقشرها هغسلها كويس جدا، وتقدري تعملي الكميه اللي انت عاوزاها. انا عملت بس 2 من البطاطس وعملت لي واحده تكفي 3 او 4 افراد. بعد كده هقسم البطاطس لجزئين كده، وكل بطاطسية لجزئين علشان اقدر ابشرها في المبشرة بالطريقة دي. بعد ما بشرت الكمية اللي عندي كلها غسلتها طبعا كويس وصفيتها كويس جدا من المية. هحط بقى معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة برضو صغيرة من الملح، ولكل واحدة من البطاطس بحط معلقة كبيرة من الدقيق، وبقلبها بقى كويس جدا علشان الدقيق والملح والفلفل الاسود يغلف كل البطاطس اللي عندي. هفضل اقلب كويس جدا. في المرحلة دي انا كنت نقلتها في بولة اكبر شوية علشان اقدر اقلبهم كويس. بعد كده بقى هروح على البوتاجاز، بجيب الصينية او الطاسة اللي انا عاوزاها علشان اعمل فيها، وبحط معلقة كده من الزيت وبدهنها بالفرشة. بعد كده بنزل بنص كمية البطاطس المبشورة اللي انا عملتها، وهبدأ افردها بقى كده زي الفطيرة. مجرد ما بتفرديها كده بتبدأ تتماسك وبتلزق في بعضها وبتكون عندي قرص كده زي البيض بالظبط. هفضل بقى اظبط فيه كده لحد ما يبقى متساوي عندي، ويبقى شكله يعني الى حد ما مظبوط. طبعا انا هنا في المرحلة دي بكون مولعة البوتاجاز علشان تتحمر من تحت بقى وتاخد كده لون من تحت.
دي اول جزء من البطاطس، لان انا قسمت البطاطس اللي عندي المبشوره جزئين، جزء حطيته اهو وعملته بالطريقه دي. ولما اخلص اول جزء عندي هبدأ اعمل في التاني زي ما عملت ده بالظبط. هبدأ بقى اعمل بالسباتولا كده، هلاقي البطاطس بتطلع من الطاسه عادي اهي وماسكه في بعضها. هحاول بقى اقلبها على الوش التاني، هتتقلب منك بسهوله. وقبل ما احطها على الوش التاني بكون برضو حاطه معلقه زيت علشان ما تلزقش مني في الطاسه بالطريقه دي. هنا انا كنت خلصت اول واحده، هبدأ بقى تاني اعمل التانية. في المرحله دي انا كنت برضو نزلت بالجزء التاني من البطاطس المبشوره اهي وبعمل فيه التانية. الاولى انا حطيتها على جنب، دي التانية هعملها زي الاولى بالظبط. هحط معلقه زيت وهحط برضو البطاطس المبشوره، هبدأ افردها بالسباتولا كده بالطريقه دي. هحاول اخليها كده متساويه، وبعد ما تتحمر من تحت هقلبها برضو على الوش التاني كده. لما مسكت في بعضها بدأت ان انت تحركيها بكل سهوله. فانا هسيب بقى الجزء ده كده في الطاسه. هحط بقى بيضه وهبدأ افردها بقى، واحط عليها فلفل اسود وملح، يعني حاجه بسيطه جدا. بعد كده بقى عندك اي نوع من الجبنه ممكن تحطيه على البيض. انا حطيت الجبنه اللي هي بتاعه البرجر وفردتها كده بالطريقه دي. وبعد كده حطيت الجزء التاني من البطاطس اللي انا كنت سايباه على جنب، اللي هو القرص اللي انا عملته في الاول، حطيته بقى على الجبنه والبيض. وبعد كده حطيت جبنه موتزاريلا على الوش، وهديت النار جدا وغطيت الطاسه تستوي بقى مع بعضها كده. يعني هتاخد حوالي 10 دقايق على البوتاجاز. بعد كده هفتح بقى الغطا هلاقيها كلها استوت، علشان انا سبتها على نار هاديه وغطيتها، فهي استوت مع نفسها كده حوالي 10 دقايق. وبعد كده بقى مع كوبايه شاي تبقى فطار لذيذ جدا وحلو مغذي ومفيد. طبعا كلنا بنحب الوصفات اللي بيكون فيها بطاطس، البطاطس طعمها بيكون حلو جدا، وهي وجبه مغذيه ومفيده، فيها بطاطس وفيها بيض وفيها جبن، فيها تكون حلوه جدا. بتمنى تجربوها، مش هتندموا ان شاء الله، هتنفع معاكم في الفطار او في العشاء. وجبه مغذيه ومفيده وحلوه جدا للاطفال برضو. وبس كده يكون النهارده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، جربوها وقولوا له رايكم في الكومنت لو عجبتكم. وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد، بالذات الناس اللي بتحب الوصفات السهله والسريعه. هتشتركوا في القناه هتلاقوا كل الوصفات اللي بتحبوها ان شاء الله. واكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.